فالشغل الظهر به والبرهان ده يا حميدتي ويا الأحزاب ويا فوكلر ويا العالم، واضح إنه البرهان الآن مضغوط من جيش نظيف. الموضوع ده لا فيه ترابيزة جدة، لا الوفد قاعد بهناك بيتكلم، الوفد قاعد ما رجعوا ولسه بيتكلموا. خليني يتكلموا. قلنا الهدنة في الرادي والبل في الوادي، والناس المستوعبة والجيش ده مستوعب. الجيش اللي في الشارع فاهم إنه حميدتي ده لو رجع بأي شكل من الأشكال معناه ننتهوا، وده زول غازي معتدي، ما في تفاهم تاني. الرسالة دي قال لك أنا كابوي وإنت ضامبوي يا صاحبي، وقال لك الكابوي لازم يركب له حصان فرسة، وحتشوف يا صاحبي وحتشوف والله. والجيش السوداني ده عنده خيار واحد، ينتصر بس، وشهادة استشهد وينتصر. الشهادة دي ما خيار تاني، يعني ما تستشهد وتقول لي عملت اللي علي، لا لا لا، تستشهد وتنتصر. ما بتفاهم مع ولا في كلام. الجيش ده عنده خيار واحد داخل فيه المعركة دي، يقضي على الدعم السريع، نقطة عربي انتهى. وإذا الدعم السريع ده لازم ينتهي عشان يقوم السودان الجديد الغير محروس بالمرتزقة، الغير محروس بالعملاء. الحاجة الثانية اللي تنتبه لها يا جيش، مناطق التعدين. يقف التعدين الأهلي الآن، كل التعدين الأهلي يقف. الجيش يفرض سيطرته على مناطق التعدين. الدار يسلم مرحبا، ما دار يسلم يترجم طيران بالشركة بالمعدن بل أي حاجة. والكلام ده انا بقوله بالصيغه دي عشان ادي قحتي مساحه تروج الكلام بتاعي. يعني روجوا لنا الفكره الصرفه يدعو لتسليح الشعب. انا بتين قلت لك بالطريقه دي الناس تدافع عن اعراضها والناس تتسلح وإذا مناوي خدت سلاحه واحنا نخد سلاحنا. انتوا ما تكلمتوا في الحته دي، وما تكلمتوا عن الخطيئه الكبيره اللي ارتكبتوها في حقنا. جاب مناوي جاب جبريل منه باتفاقيه وترتيبات الامنيه ما تمام، ما انتوا يا قحط. فحس انتوا في سوق الرجال ما تتكلموا، وفي السودان ده ما تتكلموا تاني. انبحوا في جروباتكم وتمسخروا زي ما دايرين ونزلوا الصور وما عارف كله اعملوا، كله اعملوا. الدعم السريع ده مش بيمشي الا تطيروا. الكلام ده واضح، الا تطيروا. الان الرساله اللي حصلت حسي يعني مش انه حميدتي حي ولا البرهان حي. الرساله الواضحه انه الشارع تقبل البرهان والجيش. الضربه دي بالمناسبه مش لرفع معنويات العسكر، لا لا، الضربة دي انه حميدتي والمشروع حقه والاحزاب الشغالة فيه في الاربع سنين فشل. حميدتي ما عنده وجود ولا قبول، ولا يمكن زول يستقبلوا الاستقبال ده. الموضوع ده انتهى. الغطاء السياسي فشل يا حميدتي، ولا داير درز عصر، ما في زول حيستثمر فيك. انسحب منك الغطاء السياسي يا حميدتي، وانسحب موقفك السياسي، وانسحبت كسياسي. حسي انت بالنسبة لنا مرتزقة، اي حاجة تكسبها في الدولة دي الا بيضرعك. لكن حنك كده وقلب، والزمان كان بيختنوا لك القلب ده هنا في القلب في القلب، قال له ده ما في يا بيبي. لا بقروش لا بذهب لا اي حاجة. تساوت في السودان عند الاحرار الاموال والذهب والارواح كلها في سبيل البلد. الناس اللي فقدت اموالها اراضيها بيوتها ارواحها اعراضها كلنا واحد في سبيل حاجة واحدة، انه انت تمشي يا حمدتي تتبلى وتتحلى وتمشي لله، والاحزاب حتحصلك. لا يمكن تاني حزب يجي يتكلم لي عن مشروع سياسي. ما اتفضحوا امبارح حزب الامه، حزب المؤتمر السوداني. اي موقف بتاع حزب الان يكون واضح. تدينوا لنا الجرائم بتاعت الدعم السريع المسجله الموثقه بس، ما داير منكم حاجه تاني. الحاجه دي بتحفظ لكم وجهكم بعدين. انتوا المطارات دي ما حتنزلوا فيها ولا حتجوا تاني، ولا رشيد مركوب ولا خالد سلك ما حتخش، ولا ياسر عرمان. انتوا عارفين الكلام ده. احفظوا لكم مواقف سياسيه لاحزابكم. ادينوا اللي حصل للكنايس من الدعم السريع. هسه قاعدين هناك جنب المرور، قاعدين في مقر الكنيسه، قاعدين الدعم السريع. طلعوا الناس اللي فيها لهم 3 يوم قاعدين فيها دعم سريع عديل، دي ما يزعمون. الحاجه المهمه الحاجه المهمه دار اقول لكم، احنا في معركة يا اخواننا بناء سودان بالحاجة اللي احنا دايرينها والحاجة اللي ما دايرينها. مرة دي الخيار عندنا، والثمن قاعدين ندفعه احنا بارادتنا. داير تقعد تدافع عن البلد ثمن، داير تطلع وتجي راجع ثمن، داير تقعد ثمن. كل زول بيدفع الثمن
في الحاجة الدائرة والما دائرة، بندفع في ده كله عشان ما في حاجة اسمها دعم سريع. تحت أي مسمى، تحت أي اتفاق، إحنا الدعم السريع ما حنقبله. الحاجة دي ولا في زول تخطر في باله ولا في زول يشاور فيها روح ولا حنسمعها تاني. الجيش عندك تفويض الآن قلنا لك، مناطق التعدين شركات الدعم السريع تترجم طيران، والذهب اللي بيطلع ده بسبب الطياره الناس تشيله حقها، ده ملك حر بدل يقعد يطلع لنا يشيله عبد الرحيم دلقوا. ده تاني ما بيحصل يا عبد الرحيم، يا حمتي ما بيحصل، الكلام ده انتهى. جبرة دي بقت حرة، ما فيها تاني دعامي ولا عبد الرحيم ولا غيره. المسألة بتاعت الحرب الأهلية اللي بيروجوا ليها شرحنا الموضوع. احنا والجيش السوداني شايلين سلاح واحد، كلاش واحد ضد العدو، العدو المدني والجواسيس والغواصات. والليلة الحمد لله اتفتنت لجنة الأطباء. لو سمعتوا اللايف بتاع دكتور طارق يتكلم عن الأطباء اللي بيعالجوا الدعم السريع بالأرغام وبالنيم وحرقهم. وده كلام امبارح الأستاذة رباح الصادق اتورطت، قالت إنه المستشفى بتاع شرق النيل بيقدم علاج ورعاية صحية لمصابين الدعم السريع. قلنا لا، ديل منو اللي بيعالجوا؟ هل مختطفين الأطباء ولا مشوا بإرادتهم؟ الليلة طلع في طابور خامس بتاع الدكاترة جايبوهم بالاسم، اللي يطلعوا يردوا على طارق أنا ما دخلني. المحضر بتاع العمليات غاية ثاني، البروف منو، الاستشاري منو، قال اسماءكم وبيقول بالرقم بتاع السوداني والزين 00 بتاع. اطلع رد قول الزول ده كذاب، قولوا كده، قولوا. قال بتقبضوا بالدولار، القروش اللي بيسرقوها الدعامه قاعدين يدوكوا لا انتوا. قال كده طارق، تردوا عليه هو دكتور وعميد ووظيفه بتاع الجيش، ردوا عليه وهو ما تردوا عليه. انا ما في شوه سمعتكم، لكن القحات ساكتين، مالكم ساكتين؟ دي اسماء اتقالت، وينون الناس دي قاعدين وين؟ الحاجة الأخطر من كده أنا السعدي ممكن أوريكم الحريقة اللي ما بتعرفوا. أي زول ماخذ شريحة بتاع الزين ولا سوداني مسجل في الدعم السريع، مسجل برقم وطني، الرقم الوطني بتاعك ده كشوفاتكم قاعدة في وزارة الدفاع يا غواصات، كشوفاتكم قاعدة في وزارة الدفاع. أنت عارف روحك أنت ممكن تكون استخبارات دعم سريع وقال الجيش ما عارفك، لا عارفينك. تتجاب بالرقم الوطني وبشريحة التلفون تتفتح بتاع الزين دي كلكم ما كان انتوا قاعدين ولا محتاجين ساره ولا محتاجين طياره بتاعت التجسس، بالارقام بتاعت التلفونات حقتكم مكان تواجدكم. ده الكلام اللي قلنا يعملوه في فض الاعتصام، انا عارف الناس دي جو من وين، لكن الفاتح عروه ومجد ابو يعملوها. حسي تتعامل تركيز الارقام اللي قاعده في بري شغاله بيت شركه اتصالات تجمعهم، حركتك ما بتظهر في الشاشه، تتبلى لما انت امن. الغواصات الشغالين مع الدعم السريع كلكم حتتجابوا بالتلفون حقكم بالرقم الوطني، والله تتجابوا كلكم. البلد دي لازم تنضف منكم، ولا عقاب ولا. والمسألة بتاعت الحيادية دي حسي في مسألة الوطن. الليلة شايف الناس اتضايقت في صورة البرهان. متضايق ليه؟ انت ما قلت محايد؟ انت مش شفت البرهان تتضايق ليه؟ وتفرح ليه؟ انت ذاتك مش محايد. تعال للبرهان تفرح ليه ولا تتضايق؟ انت مش محايد، المحايد دي ما المفروض تأثر فيك حاجة، ما عندك مشاعر. فالليلة انتوا دخلتوا مدرسة يا خونة يا جزم يا عملاء. انا وريتك حسي مصيرك حيكون شنو. الناس الحلة حيكشفوكم وبالتلفون حتتكشفوا، والرقم الوطني حتتكشف، وبرقم تلفونك الحتات الحمتة من معسكر لمعسكر، من مقرات آمنة بتاعت الدعم السريع حتتجاب. ما